المجاهد المغربي تلقب بأسد الريف، حيث قاد ثورة الاستعمار الإسباني والفرنسي، وأوقع بالإسبان هزيمة ساحقة في معركة أنواليو ب 22 يوليو 1921. غنتعرفوا كاملين على محمد بن عبد الكريم الخطابي، ولكن قبل ما نبداو الفيديو غادي نطلب منكم تشتركوا في القناة، حيث 99% كيتفرجوا في الفيديوهات وما دايرينش اشتراك. ما غاديش تخسر والو، اشترك في القناة ودعمنا باللايك. وقلنا شنو بغيتو في الفيديو الجاي. نبداو. وحنا صغار قرينا في مادة التاريخ على الاستعمار اللي كان في المغرب الفرنسي والإسباني، واللي بانوا فيه بزاف ديال المقاومين اللي بغاو يدافعوا على البلاد. ومن بين هاد المقاومين محمد بن عبد الكريم الخطابي. تولد محمد بن عبد الكريم الخطابي عام 1882 في بلدة أجدير بالقرب من مدينة الحسيمة شمال المغرب. حفظ القرآن في السن مبكرة، ثم أرسله والده إلى جامعة القرويين في مدينة فاس لدراسة العلوم الشرعية واللغوية. بعد تخرجه من جامعة القرويين عاد إلى مدينة مليلية وعمل معلما ثم قاضيا للقضاة عام 1914. في الأول كانت العلاقة ديالهم مع الإسبان علاقة مزيانة، حتى جاو استعمروا الريف ومن ثم بدات العلاقات تخسر. محمد بن عبد الكريم الخطابي كانت عنده مكانة علمية كبيرة، خلات حتى المستعمر الإسباني اعترف به غادي يتمرد عليهم، لأنه كانت عنده عداوة داخلية ضد السياسة الاستعمارية والعنف اللي كانت كدير. هذه القضية خلقات لي صداع مع الإسبان، وسببها كان دخل الحبس وخرج من بعدها، ولقى كيوجد مقاومة الاستعمار الإسباني، لكنه مات عام 1920 وخلف ولده محمد بن عبد الكريم الخطابي. هو عنده 39 عام في زعامة القبيلة، ويكمل داكشي اللي بدا بواه. وقد استطاع رجاله مهاجمة المواقع التي احتلها الإسبان ومحاصرتها، وقدر محمد بن عبد الكريم الخطابي يوحد قبائل الريف ويجمعهم ويطلب منهم يعاونوه على طرد الأطماع الإسبانية. وبالفعل اجتمعوا هذه القبائل تحت الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، حيث عرفوا أن الخطر اللي جاي يقدر يقضي عليهم كاملين إلا ما توحدوش، وبداو في مواجهة الاستعمار الإسباني عن طريق حرب العصابات، حيث أن الطبيعة الجيولوجية ديال منطقة الريف عاونت هذه المقاومة باش دير ضربات خاطفة ومدرب للمستعمر. وتم بدات معاناة الاستعمار، غير كانوا يدخلوا كياكلوا العصا. وهنا ازدهر الجانب العسكري للريف، حيث كانوا كياخذوا الأسلحة والبنادق مع الجنود الإسبان تمهيدا للمعركة الكبرى اللي تقدر توقع في أي لحظة. وبالفعل مورا عام وفي 1921 وقعت معركة أنوال بين الإسبان والمقاومة الريفية. 3000 مقاوم ريفي ضد 20,000 جندي إسباني، النتيجة خرافية: 15,000 قتيل و4300 جريح و570 أسير إسباني، مقابل 500 قتيل و600 جريح في صفوف المقاومة الريفية. زيد عليها أنهم حروا أغلب المناطق اللي كانت تحت حكم الإسبان، وبقوا غاديين حتى وصلوا للمليلية، وتم فين قرر الخطابي يحبس باش يتفادى أي مشاكل دولية، حيت القضية ديال المليلية معقدة بزاف. ولكن من بعد سنوات شارف الخطابي وقال أن أكبر خطأ دار هو منين وقف حدا أسوار مدينة مليلية وما دخلهاش. المهم هادشي خلى المقاومة الريفية تزيد تقوى بزاف، حتى علنات الاستقلال ديالها الكامل من أي حكم استعماري، وهادشي كان تمهيد لقيام جمهورية الريف. إلا بغيتو نديرو لكم حلقة على جمهورية الريف فيها داكشي بالتفاصيل قولوها لي في كومونتيرات نكملو. انزعاج الاستعمار الفرنسي من الواقع الجديد في منطقة الريف، فقرر التدخل لمصلحة الإسبان. وخاف الاستعمار الفرنسي أن يكون نجاح ثورة الخطابي مثابة وقود للمغاربة في باقي المناطق وللثوار في شمال إفريقيا كلها ضد الاستعمار. وقد قاوم الخطابي العمليات العسكرية للفرنسيين والإسبانيين ببسالة وقوة، فاستعانوا بإمدادات عسكرية هائلة وحاصروه وأنهكوه بالقنابل الغير تقليدية. واستسلم الخطابي عام 1926 خوفا من سقوط المزيد من الشهداء واستمرار القتل. وبعد ذلك أعلن عن تخليه عن مشروع جمهورية الريف، ونادى باستقلال كامل للتراب المغربي. فانفال الاحتلال الفرنسي مع عائلته وبعض أتباعه إلى جزيرة لاغينيون النائية في المحيط الهندي. وبعد 20 عام وفي سنة 1947 تقرر نقله إلى فرنسا، وأثناء نقله توقفت الباخرة في ميناء بورسعيد المصري، واستطاع بعض المغاربة زيارته واقترحوا عليه طلب اللجوء السياسي من الملك فاروق الذي استجاب إليه. وبقى في مصر مع عمه وعائلته.
حتى مات. وفي القاهرة استأنف المقاومة وساند عبر الراديو صوت العرب الحركات التحريرية في شمال إفريقيا وباقي الدول العربية والإسلامية. وأسس عام 1947 لجنة تحرير المغرب العربي وتولى رئاستها. وفي 6 فبراير 1963 توفي محمد بن عبد الكريم الخطابي في الأول من رمضان بالقاهرة، ودفن فيها في مقبرة الشهداء. كانت هذه القصة ديال البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي. ما تنساوش تشتركوا في القناة، ما غادي تخسروا والو. ودعمونا بلايك وقولوا لنا شنو بغيتوا في الحلقات الجاية. السلام عليكم.